مصر هتكسب الأرجنتين، يا سيدي. بس بقى مش في الوقت الإضافي، في الدقيقة 88. يا سلام، تسلم بقك. وبعدين هنقابل كولومبيا نكسبها 2-0. يا سيدي، قول يا ريس ستاموني، قول. نوصل نصف النهائي. يبقى حمد لله على سلامتنا، مش الهضبة قال مش ممكن. هنقابل البرازيل هتتقدم علينا بدري بهدف. ليه بقى النكد؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. كل الناس هتقول لك خلاص الحلم انتهى شكرا، لكن منتخب مصر هيرجع يتعادل. ايوه كده، فرحني. وبعد كده صلاح هيشلوحهم ونكسب 3-1. الله، خايف ده يبقى حلم واصحى الاقي نفسي عامل بيبي على نفسي. وفجأة هنلاقي نفسينا في النهائي بنلاعب البرتغال. ايه البرتغال؟ طب والعالم الحلوة بقى، المغرب وفرنسا الناس دي راحوا فين؟ ما جوش معانا في الحلم خالص. كل العالم هتقول لك البرتغال اقرب، لكن مصر هتلعب من غير خوف. يا سيدي، 90 دقيقة طحن. التعادل الإيجابي 1-1. يا سلام. في الدقيقة 119 القلب منك مليان جفا. صلاح هيشد 2 معاه، يبص يمررها لزميله، جول. كان معايا واحد صاحبي اسمه سيف أسعد، كان بيتفرج معايا على الفيديو ده، قال لي معلش اسألهولي مين زميله اللي صلاح هيمرر له الكورة. الحكم يصفر، مصر تكسب كاس العالم لأول مرة في تاريخها. الله يسامحك يا كابتن حسام، احنا بس كنا عايزين جون. طمعت الشعب في كاس العالم. وألف مبروك. السلام عليكم. الله يبارك فيك وعليكم السلام. بص، انا مش عايز اقول لو، لان لو تفتح عمل الشيطان يعني. حصل الكلام ده هعمل لك تمثال فرايد تشيكن، انا قدها وهعمل لك تمثال فرايد تشيكن يا معلم. شكرا. سلام عليكم. خدوا الكبيرة، مصر هتكسب الأرجنتين، يا سيدي. بس بقى مش في الوقت الإضافي، في الدقيقة 88. يا سلام، تسلم بقك. وبعدين هنقابل كولومبيا نكسبها 2-0. يا سيدي، قول يا ريس ستاموني، قول. نوصل نصف النهائي. يبقى حمد لله على سلامتنا، مش الهضبة قال مش ممكن.